كشف جهاز أمن الدولة الكويتي عن خلية تابعة إلى القاعدة كانت تخطط لتفجير معسكر عرفجان الذي تستخدمه القوات الأمريكية خلال شهر رمضان بواسطة عبوات ناسفة تستعمل فيها مواد حارقة ومتفجرة. وقالت المصادر إن أجهزة الأمن الكويتية تلقت معلومات من السلطات الأمنية في عاصمة البحرين المنامة تؤكد وجود خلية إرهابية في الكويت على اتصال مع خلايا نائمة في البحرين، علما أن الأجهزة الأمنية الكويتية كانت تراقب بعضا من أفراد هذه الخلية التي تبين لاحقا أنها تابعة لتنظيم القاعدة. وأضافت أن أفراد الخلية المعتقلين هم 5 أشخاص أدلى أحدهم باعترافات كاملة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الكويت الدكتور سامي الفرج رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الكويت. دكتور سامي مساء الخير. اهلا وسهلا. بداية هل لديكم معلومات أكثر عن هذا التدبير وهل صدرت معلومات جديدة من السلطات الكويتية؟ والله حقيقة لم تصدر، لا زالت هذه الأنباء طازجة كما يقولون، ولكن سوف تتوالى الأنباء. عموما ما حدث هو نتيجة تنسيق أمني كبير موجود في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل ما لاحظتوا المعلومات جت من أي دولة إلى دولة أخرى. هذا التنسيق يبرر طبعا العلاقه بين الدول في على هذه المستويات، وبالاضافه الى القرب الجغرافي ما يتعلق بالمراكز الاستراتيجيه المهمه. نعم دكتور سامي، هل هذه مؤشرات على دخول القاعده الى الكويت؟ القاعده عندما نتكلم عن دخولها الى الكويت، القاعده تؤمن باللا جغرافيه حقيقه، ومن ثم وجودها هو في المنطقه وليس في بلد محدد بالذات. الخلايا مرتبطة على المستوى العمليات والمستوى اللوجستي، على مستوى المعلومات، التنسيق موجود بينها كذلك على هذه المستويات. يجب علينا النظر إلى ما كانت تعتزم القاعدة في دولة الكويت، على أنه جزء من مخطط أكبر للتنفيس عن الضغوط التي تواجهها في مناطق أخرى في المنطقة، سواء كان في العراق أو في اليمن أو في باكستان وأفغانستان، واللي هي منابع الإرهاب في المنطقة في الفترة الحالية، وكذلك في الصومال. فما يحدث اليوم لا نستطيع أن نحدده بإطار جغرافي، ولكن أتصور أنه في وجود اللامركزية التي تمتع بها منظمة كبيرة مثل منظمة القاعدة، فإن هناك الخلايا المرتبطة بإقليم أو بمنطقة معينة من العالم لها حرية اختيار الأهداف وحرية وضع مخططات معينة لتنفيذ أهداف معينة، ومن ثم التحرك بشأنها من أجل الحفاظ على سرية المركز وعلى أمن المركز. فقيام هذه الخلية مثلا بالتحرك على أراضي دولة الكويت لا يعتبر شيء جديد، إنما هو جزء من مخطط أكبر، وبالإضافة إلى قضية أمن المعلومات، بالإضافة إلى قضية أن هي تحاول التنفس على الضغوط الموجودة الأخرى، فإنه لا بد أن ننظر كذلك إلى أن كل خلايا مرتبطة بدولة معينة تريد أن حقيقة أن يكون لها سجل أكبر من الخلايا الأخرى، وهذا التنافس موجود على مستويات رأيناها في الشرق الأوسط، مثل ما بين حزب الله وحماس، ونراها الآن ما بين خلايا القاعدة المختلفة. نعم دكتور سامي، ستكون معنا في نشرات لاحقة لمعرفة آخر التطورات. الدكتور سامي الفرج الخبير الاستراتيجي كنت معنا من الكويت، شكرا لك على هذه المعلومات.